على ما قشت تلانيش على ما قشت تلانيش مونا ما يجستاني قش برن نسيب نسيب إذا البنير شاكر بو خذيها ما زارو كيف بخدا زارو كيف بنان تبي خذها ما قشش طيارة ما بيرات تشكي نبر مغير بما بخو زاريوها خلص تركتورا ما هارو البربو وما الهندرة صناعة ما بيرك يجار كله تركتور شو هارو شو ليش برمين ما زود ما داقت من البرداني وقبل شادن يا بقي ما بيرة إيش هبتشيني أو يا شو غال أردوغان ما خست لكن ما خست ما لا قوم دري قوم ما لا قوم تركه مرات زارو كي خو يلا أردوغان ما كيبو هاتش شر شيء بشارونا كذي سورياوي سرك أني سوريا مية شر شيء خنا بابا صارت خط نار يعني وبيوتنا تلقمت وفي سيارة فخخة حاطين بسد بيتي الثاني أو كلها صارت خط جبهة يعني ونزحنا اللي جاي يعني لو المو هالشيء هذا ما ننزح ونعيف بيوتنا. وضعنا أول ما جينا والله زين قاموا يجون تجي علينا وزينة بس هالساعة صارت على أسوأ والله نريد الأمان ونريد الرجعة السهلة زاد بساعة نرجع على بيوتنا. يوم نزحت صرت عدة شويش لو من صار الجيش الحر قام مش ما هذا يتقدم أنا جيت لي جاي ما قدرت أظل بولادي إذا عدة الجيش الحر. من قرية العامرية اجى الجيش الحر وطالعنا من بيوتنا هجرنا من البيوت وكل شيء غنم شعير برادات تلفزيونات ما خلوا أي شيء يقولوا لا تطلعوا بس بنفس الوقت يسرقوا العالم ويضربوا رصاص وشغله ونطلع إجباري طبعا. تصرفاتهم يعني يصيحوا بعد المساء ما حد يطلع من البيت بالميكروفون أو عالم تسكر بيوتها وهن يشتغلوا شغل. والله بعضنا مأساوي يعني جينا الصبح بالسيارات مع الغنم اللي تجي على الموقف يبيعون نزلنا على الطريق وجينا لهون نعرف المرة هاي وهاي. والله احنا اجينا اليوم ما نعرف حدا وجينا لعند هالنسوان هذول نعرفهم يعني ما مثل هالمخيم مثل نقعد بخيمة وهاي مطالب. والرجعة يعني إذا ما طلع الجيش الحر رجع مستحيل.